ملخص كتاب فن اللامبالاة. عيش مرتاح وتعلم تختار مشاعرك. في عالم مليان ضغط ومقارنات ومطاردات ورا النجاح، بنسمع دايما جملة واحدة بتتكرر: لازم تهتم. اهتم بشكلك، بنجاحك، بعدد اللايكات، بمين بيحبك ومين بيكرهك. لكن مارك مانسون قرر يقولك العكس. قرر يقول ما تهتمش، مش تجاهل، لأ، دي مهارة، فن كامل. فن إنك تختار تهتم بإيه وتتجاهل الباقي من غير ما تأنب نفسك. الفصل الأول: كفاية وهم السعادة. في بداية الكتاب مارك بيحذرنا من وهم بيعيشه أغلبنا: إنك تدور على السعادة بأي تمن. لكن الحقيقة إن السعي ورا السعادة بيخليك تعيس أكتر. ليه؟ لأنك لما تحاول تكون إيجابي طول الوقت بتحس بالذنب لمجرد إنك حاسس إنك مش كويس كفاية. بيقولك رغبتك في تجربة شيء إيجابي هي تجربة سلبية في حد ذاتها، وقبولك لتجربة سلبية هو شيء إيجابي في حد ذاته. الفصل الثاني: الألم مش عدوك، الألم هو الطريق. في جزء كبير من الكتاب مارك بيركز على إنك تقبل الحقيقة دي. مفيش حاجة اسمها حياة من غير ألم. الألم مش مشكلة، المشكلة لما تفتكر إن لازم تهرب منه. بيقولك السؤال الحقيقي مش هو إزاي أكون سعيد، السؤال هو إيه نوع الألم اللي مستعد أتحمله. بتحب تكتب؟ استحمل العزلة والنقد. بتحب تكون رياضي؟ استحمل التعب والتدريب. كل حاجة ليها تمن، والسعادة هي إنك تكون مستعد تدفعه. الفصل الثالث: القيم الوهمية بتضيع حياتك. مارك بيشرح إن في ناس بتبني حياتها على قيم سطحية: أنا لازم أكون محبوب من الكل، أنا لازم أنجح بسرعة، أنا لازم أكون مشهور. لكن القيم دي عمرها ما هتوصلك لرضا حقيقي، لأنها مش تحت سيطرتك ومش حقيقية. القيمة الصح هي اللي بتعتمد على أفعالك أنت مش رأي الناس. زي إيه؟ زي أنا عايز أتحسن كل يوم، أنا عايز أكون صادق، أنا عايز أسيب أثر حقيقي حتى لو بسيط. الفصل الرابع: أنت مش مميز ودي مش إهانة. زمان كانوا يقولوا لك انت مميز، انت احسن من غيرك، لكن الحقيقة كلنا عاديين. بيقول لك مانسون: لما تصدق انك مميز هتبدأ تتوقع حاجات مش منطقية، ولما الدنيا ما تديلكش اللي متوقعه هتكتئب. القوة الحقيقية هي انك تبقى عارف انك عادي، بس تشتغل على نفسك كل يوم من غير استعراض ومن غير ما تبص لحد. الفصل الخامس: الحرية في المسؤولية. في ناس بتكره كلمة المسؤولية، بيشوفوها حمل، بس الحقيقة إنك لما تتحمل مسؤولية حياتك ساعتها بس هتبقى حر. بيقول مانسون: مش مهم الغلط حصل من مين، المهم أنت هتعمل إيه دلوقتي. اتحركت يبقى أنت بطل قصتك. الفصل الأخير: الموت هو البوصلة. الكتاب بينتهي بحقيقة بسيطة لكنها مخيفة ومهمة: كلنا هنموت، والموت مش حاجة تبعد عنها، ده هو البوصلة اللي بتقولك الحياة قصيرة فاختار تعيشها إزاي. مارك بيقول: لما تفتكر إن وقتك محدود هتعرف توزعه صح. كتاب فن اللامبالاة مش بيعلمك تبقى عديم المشاعر، بيعلمك تكون شخص واعي بمشاعرك، تهتم بالحاجات اللي تبنيك وتسيب اللي بيكسرك ويمشي، لأنك مش هتقدر تعيش مرتين. اختار أنت بنفسك تهتم بإيه وتسكت لمين وتدي وقتك لمين.